ليه يعني اب يوصل ابنه انه يعمل فيه كده؟ الفيديو اللي هتشوفوه ده الشاب قال انا عملت حاجه في ابويا قبل ما اسافر بره مصر، ونزل كل حاجه فيديو. وبالمناسبه في فيديو تاني هتشوفوه بعد اللي جاي ده بيوضح الاسباب، بس كمل واسمع منه للاخر قبل ما تحكم عليه علشان ما تظلمهوش. انا عايز احكي معاكم كلمتين ويكون دي اخر كلمتين تشوفهم. انا ابويا انفصل عن والدتي في 2011، ما شفتوش بعد كده، وبطل يبعت مصاريف وبطل يعمل اي حاجه. في عز ما وانا كنت في سنه اولى اعدادي جاب لي اوضه على السطوح بدون مرتبه وبدون اي حاجه، بحمام مشترك وفي ناس موجوده. يعني الاوضه دي كانت مع احترامي لاخويا الكبير الاسطى هشام العفيت اخو ابراهيم العفيت، الاوضه دي هو فاتح ورشه، الورشه دي هناك عند الاوضه دي في 100 عقبه. تمام. ام وليد ربنا يمسيها بالخير هي هتشوف الفيديو دلوقتي، صاحبة البيت ساعتها جابت لي مرتبة وقالت لي يا ابني هو في اب بالجحود ده اللي يعمل في ابنه كده؟ خد مرتبة. وقعدت في الأوضة دي سنين، وعلى فكرة أنا معايا ثانوية عامة علم علوم جايب 98.5%، ما كملتش. جه كلمني من أسبوع في 2026 قال لي ازيك يا مصطفى عامل ايه؟ أنا محتاج منك، عايز فلوس وعايزك تجيب لي شقة عشان أنا عندي 60 سنة، حتى ما ينفعش أقدم في شقة بتاعت اسمها ايه؟ بتاعت الاسكان. ماما قلت له ابعت لي اللوكيشن بتاعك، بعت لي اللوكيشن بتاعي. رحت له انا وواحد صاحبي، هو ساكن في كومباوند بلاش اقول اسمه. تمام. المهم رحت له الكومباوند انت قاعد هنا ازاي؟ قال لي انا قاعد هنا بايجار، عايزك تجيب لي شقه. طبعا انا فاهم هو عايز الشقه عشان يضمن شقه لابنه، يضمن شقه لابنه اللي هو دلوقتي عنده 12 سنه، اللي هو خلفه من واحده تاني. تمام. المهم ابويا قال لي انا عايز منك فلوس وعايز منك ايه تجيب لي شقه. انا اتصدمت، فلما رحت شفته خدته بالحضن وبوسته فاتصدمت. يعني من 2011 ل 2026 شوفوا كام سنه، وجاي بعديها بدل ما ياخدني بالحضن عايز فلوس وعايزني اجيب له شقه. قلت له ماشي تمام. المهم سبته ونزلت حطيته على البلاك لانه جاحد وما شفتش في جحوده زيه. تمام. حطيته على البلاك ولا كأني فيه اي حاجة، مع ان انا كنت قادر ان انا اساعده. بس زي ما في عقوق ابناء في عقوق والدين. مين اللي ابتدى بالعقوق الاول؟ هو اللي ابتدى بالعقوق. فمش انا لما اكبر مش عايزني اعق. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اب جاحد يجي على عياله. وبعد الفيديو ده في بعض الناس من اللي شافوا الفيديو هجموه وقالوا له لا ما ينفعش اللي انت عملته، فاضطر ان هو ينزل فيديو تاني يوضح ليهم بعض الاسباب اللي خلته عمل كده. كنت بمسح عربيات وبلم كنز. الناس اللي بتشتمني ليه؟ والله العظيم الناس اللي بيشتموني لو داقوا ساعة واحدة او يوم واحد من اللي انا كنت فيه والله العظيم ما هيستحملوا. انا زوجتي كلمتني بتقول ان في ناس بتدعي وفي ناس بتشتم. طب بتشتموني بناء على ايه؟ والله العظيم وكل كلمه بقولها في حق ناس كتير شاهدين عليها. انا اصحاب ابويا كلموني وقالوا لي امسح الفيديو انت اتظلمت، ومراته هي سبب من الاسباب، مراته التانية هي سبب من الاسباب. قلت لهم لا مش همسح. وقسما بالله كنت بمسح عربيات، كنت بلم كنز في جامعه الدول العربيه في رمضان 2015 بسبب اللي هو رماني في اوضه وقال لي شوف حياتك ومالكش حاجه عندي، واداني 200 جنيه. انا بقول امثله حيه، انتوا ليه بتشتموني؟ يعني كنت هتتبسطوا لما كنت اكون تاجر مخدرات او اكون اتجننت او اكون في الشارع باكل من الزباله، او بسبب اللي حصل لي عملت في ابويا حاجه ساعتها كنت هتتبسطوا؟ انتوا صرت الناس تتشرف. تمام. ان ربنا عني على الدنيا اللي انا فيها. قسما بالله في رمضان 2015 من 1 ل7 رمضان البطل احمد عبد العزيز على اول طلعه اكتوبر في الدكه دي لسه موجوده. والله العظيم بت فيها ال7 ايام دول، قسما بالله وحياه عيالي بت فيها ال7 ايام دول. ومن 7 رمضان بعد المغرب كان في مسجد في بلاق ابو العلا قبل ما يهدوه في الشيخ علي. تمام. والله العظيم قعدت فيه من 7 رمضان لحد اخر رمضان كنت باكل في المسجد وبغسل المسجد. والله العظيم كل كلمه بقولها حصل. الاب كل راعي مسؤول عن رعيته، ودي مهما كانت ست، وانا مش هذكرها هي كبرت خلاص وعجزت، ودي مهما كانت ست. لكن الاب راجل حتى لو كره امي. تمام. يكره عياله ليه ويعمل فيا كده؟
انا ناس بتقول لي كتير بره، والله العظيم فضلت سنين اتصل بيه وبره ويحطني على البلاك ومفيش، ما جاش الا لما عرف مصطفى وصل لايه ومصطفى بقى معاه ايه. ولما جالي وانا رحت زرته، انا رحت زرته عشان وحشني. هو انا لازم اطلع اعيط وابكي واقول عشان الناس تتاثر؟ لا، مفيش الكلام ده. انا رحت زرته والله العظيم عشان وحشني، واتفاجئت من اللي هو عمله. لكم على حاجه، سبب من اسباب مراته تمام بكلام اصحابه، ولو عايزين انزل لكم قسما بالله انزل لكم. هما بيقولوا لي ايه، مراته هي اللي شيلته، مراته التانيه اللي هو خلف منها اخويا اللي عنده 12 سنه، هي اللي خلته يستلف من الناس، وهي اللي خلته يتداين، وهي اللي خلته لعبت في دماغه عشان يكلمني. طب مراته دي لو كويسه بمرض الله مش كانت قالت له شوف عيالك؟ انا ليا اخت يا جدعان، والله العظيم ليا اخت صغيره في السن، اختي دي من ام الاولى، لكن هو ليه ابن. طب جهاز اختي دي مين اللي هتجهزها؟ ما انا اللي هجهزها. انتوا باصين لكلمتين اتقالوا بس ما بصيتوش للثغرات والمواقف اللي حصلت جوه الموقف ذات نفسه. ايه انتوا ليه بتحكموا غلط؟ ماشي بر الوالدين، والله العظيم فضلت ادور على بر الوالدين. على فكره انا حافظ 16 جزء من القران تمام، كنت هكمل ما كملتش برضه، وبرضه بقولها تاني انا معايا ثانويه عامه ما كملتش. والله العظيم انا فاهم في الدين على قدي، اقل الناس تمام، ومش بطلع بقول اللي انا وصلت بنجاحي بتحداها، لا، ده انا بقول نعمه ربنا عليا تمام. والله العظيم حد مكاني لولا ستر ربنا عليا يا كان تاجر مخدرات، يا كان مقتول، يا كان في السجن، يا كان اقول لكم ايه، اي حاجه. سبب من الاسباب برضه مرات ابويا هي سبب من الاسباب، وحسبي الله ونعم الوكيل. وانا بحبكم في الله. سافرت اشوف شغل، افتح شغل، ازيد رزقي، ده مش عيب على فكره اللي انا سافرت، لكن انا اتخنقت. فراعوا تمام، راعوا زي ما في عقوق والدين في عقوق ابناء. والله انا دورت عليه كتير، وقسما بالله ورب السماوات اللي خلقني، ما فيش بني ادم بيدعي على نفسه، ربنا شاهد عليا. انا كنت لحمه حمرا يا جدعان، ما فهمش حاجه، اترميت في اوضه. اول حاجه اشتغلتها عامل نظافه، مديري كان اسمه حسين طه، موجود حيا يرزق في حاجه اسمها في سيستم 1، كنت شغال في تي داتا، كنت 9 ادوار، انزل الزباله 9 ادوار واطلع الزباله 9 ادوار. ده اول حاجه اشتغلتها، ده بعد رمضان بعد ما رحت المسجد، واللي خلاني خدت الثانويه العامه مش ابويا، ده حسين طه. وانا اصيل عشان بشكر اللي وقف معايا تمام. فبالله عليكم كفايه لحد كده، وبشكر الناس اللي دعت لي، وانا بحبكم في الله تمام، وبشكر كل واحد غلط فيا وفوق راسي اللي غلط فيا. اما عن رايي في الموضوع، فالمثل بيقول ان كبر ابنك خويه، وانت ابنك في عز احتياجه ليك وهو سنه 11 او 12 سنه وراح لك لحد عندك على الاقل علشان تحسسه ان هو ابنك وانك هتقف جنبه ومش هتسيبه، اتخليت عنه في عز احتياجه ليك، فبكل سهوله سبته في الشارع ياكل ويبات فيه. كان ممكن بسببك يتحول لشخص تاني غير اللي انت شايفه قدامك ده دلوقتي واللي طالب مساعده، وكنت انت هتكون السبب الاول والرئيسي في ده، لان كل راع مسؤول عن رعيته زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.